عسلامة. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في خير. اليوم حبيت نشارككم خبزة جاتو لرأس العام للعام الجديد، كان أحيانا ربي بخير، بجنواز احترافية. هذه جنواز يستعملوها أصحاب المحلات. خذيت لهوني 5 بيض كبار بدرجة حرارة الغرفة. إذا عندكم بيض صغير حطوا 6 كعبات. وباش نضيف عليهم 150 جرام سكر وشويه فانيليا. انا حطيت فانيليا ليكيد، نجموا تحطوا الفانيليا الساشيات، اي فانيليا متوفره عندكم. والهون المكون السري اللي استعملوه اصحاب المحلات اللي هو الجيلك. يتباع في عند جميع المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات. حطيت منه 25 جرام. الحاجه الباهيه في الجنواز هذه اللي كونه كل شيء يتخلط مع بعضه، يعني خدمتها سهله وتتحصلوا على كميه وفيره، معناها تضاعف حجم يعني المقادير تضاعف الحجم نتاعها. ولون خديت 50 ملي ماء، يعني ماء عادي من السباله، وصبيت عليها 150 جرام فرينه. كما تشوفوا سهل ماهر، كل شيء تحطوه على بعضه ومن بعديك نحطهم يتركضوا مده 10 دقائق، ما يلزمش يكون اقل من 10 دقائق. ركضتهم 10 دقائق كاملين لين المزيج يفتح ويولي كيف المورينج، يعني البيضة اللي يبدا بعد ما تركضوه يولي عاقد، يولي بالشكل هذاك. نأكد لكم راهو ما يلزمش تركضوا اقل من 10 دقائق لين تتحصلوا على القوام اللي تشوفوا فيه. خذيت طبق جنواز، هذا طبق يعني خاص بالجنواز، جيب لكم كعبة الجنواز مستوية. الكمية ذيك قسمتها على 3، فرشت الطبق بورقة طبخ وحطيت عليه الخليط وقعدت نستوي فيه. والهوني عندي الفور حطيته يسخن على 180 درجة. ديما الفور سخنوها قبل بوقت باش الجنواز تجيكم ناجحة. ومن بعد ما نستوي الجنواز هذيك باش نحطها في الفور من 10 ل 12 دقيقة. راهي الجنواز ما تطيبش برشا في الفور باش ما تجيكمش يابسة. اخذيت نصف لتر حليب وحطيتها فوق الغاز تسخن. اخذيت 3 صفار بيض، زدت عليهم 100 جرام سكر، ومن المستحسن تحطوا 150 جرام باش تجيكم الحلاوة معتدلة. 100 جرام سكر او يجيكم ناقصة حلاوة، من المستحسن تحطوا 150 جرام. وعليهم 60 جرام بودر كريم. البودر كريم هذه زاده كيف يبيعوها عند المحلات اللي تبيع في لوازم الحلويات، نجموا تعوضوها بك كريم باتيسير اللي تبيع في الباكوات. ضفت لها الهوني شويه فانيليا. الهوني عملت غلطه اتفاداوها، سهوا مني بما اني انا في وقتها قاعده نطيب في الجاتو ونطيب في العشاء وداخله بعضي. عملت الغلطه اما صلحتها. الغلطه الهوني نسيت ما ركضتش العظم مع السكر وحده، يعني في البدايه تركضوا العظم مع السكر ومن بعديك تضيفوا بقيه المكونات، يعني ما تطيحوش في نفس الغلطه. انا بعديك داركت الغلطه متاعي باش نوريكم كيفاش صلحتها. انا ما حبيتش يعني نبدل حبيت نوريكم معناها الغلطه كيما صارت بالضبط وكيفاش تصلحوها وكيفاش ما تعملوهاش زاده، معناها كي ما تعملوهاش خير. والهوني خديتك الحليب بعد ما حطيته يسخن، خديت كميه صغيره منه صبيتها عك البيض وخلط. الهوني البيض بدا يطيب لي بما اني معناها كما قلت لكم عملت غلطه، وليت شديت صبيته بصفايه في الحليب. كي نجيبش نطيب الكريم بعد ما الحليب هذاك سخون فوق الغاز، شديت الصفايه وقعدت نصفي في الخليط اللي عملته هكا كما تشوفوا البيض كيفاش طاب لي. اما الحمد لله داركت الوضع ونجحت لي الكريم. هاكا وريتكم يعني الغلطات باش ما تقولوش نحن لا نخطئ، يعني نغلطوا. وقعدت نحرك في الكريمه اللي نتعقد مليح. ما نوقفوش على التحريك، لازم نحركوها ديما، نقعدوا نحركوا لين تطيب الكريمه. الهوني خذيت صحن وهي مازالت سخونه، فرغتها فك الصحن هذاك يعني باش تبرد لي فيسه.
وغطيتها بالبابي فيلم وحطيتها في الفريجيدير. الهوني بعد ما بردت خرجتها وركبتها شويه في الباتور، وباش نضيف لها الزبده، باش نضيف لها 250 غرام. الهوني نأكد على حاجه، الزبده لازم تكون بحراره الغرفه، ويلزم تكون هي والكريمه فرط يعني نفس الدرجه باش ما تجيكمش محبه، الخاطر اذا جيت حاجه اسخن من حاجه راي الكريمه ماهيش باش تنجح لكم. انا الهوني بعد ما بردتها الكريمه خرجتها البرة يعني في الكوجينه، حطيتها على الطابل في الكوجينه وخليتها لين خذت درجه حراره الغرفه. ونفس الشيء بالنسبه للزبده، انا الهوني ما عنديش الزبده الحيوانيه، ماهيش متوفره عنا في تونس، الله غالب. انا نحبذ في كريمه يعني كريمه الزبده تكون بالزبده ولا خلطه بين الزبده والمارغرين. الهوني اضطريت باش نستعمل المارغرين، حطيت 250 غرام مارغرين، اضفتهم بشويه بشويه ولا ركاذه تخدم، وزدتهم العجينة المنكهة بنكهة القهوة. العجينة المنكهة هذه زادة تتباع عند البيع ولوازم الحلويات، نجموا تضيفوا الغديكة بوفريوة برالينات، نجموا اللي متوفر عندكم. كما تشوفوا الكريمة جات يعني شفتوا القوام بتاعها جات طيارة. الهوني قسمت الجنواز بالسخسو اللي باش نخدم به الجاتو، يعني ننصحكم اذا بيكم تشريوا السيرسو هذاك راهو تستحقوه في الوصفات الكيفن هذه، وتجيكم الخبزه مستويه وحتى خدمتها سهله. هاكا كما تشوفوا الجنواز كيفاش جات، بسم الله ما شاء الله، وجات رقيقه، عملتها رقيقه انا باش نجمت يعني تحصل على 3 طبقات، يعني ما خشنتهاش. هاكا كما تشوفوا كما يبيعوا فيها في المحلات بالضبط. حتى الجاتو يعني في المحلات ما يستعملوش الجنواز الخشينه، ديما يستعملوها جنواز رقيقه. الهوني خذيت السوتاخت هذاك اسمه، وحطيت السيرسو، والهوني حطيت الجنواز، وباش نسقاها الجنواز توا بالشحور الخفيف حطيت 100 غرام سكر معاه 100 ملي ماء، تحطوهم فوق الغاز لين يذوب السكر وياخو غلوه خفيفه وتطفيو عليهم. بعد ما يبرد نسقي بيه الجنواز نتاعي، وتنجموا تنكوه بالفانيليا. الهوني خذيت الباش وحطيت فيها الكريم موسلين، وقعدت ندور بالباش هكاك تجيكم اسهل الخدمه نتاع الجاتو، تجيكم مستويه معنا تبقى مستويه نتاع الكريم، ونستويها شويه بالسباتول. وباش نزيد الطبقه الثانيه، وكيف كيف باش نكرر العمليه. الهوني الجاتو نتاعي عملت فيه 3 جنواز، يعني يجيني عالي شوي. ونحط الكريم كالعاده. الكريم قبل ما تخدموا بها يعني ما تحطوهاش في الفريجيدير، ديما خليوها لبرا باش تطوعكم في الخدمه. الكريمه هذه كريم موسين راجي خفيفه وبنينه، وبنتها كما قلت لكم هاي بالزبده الحيوانيه، يعني كان متوفره عندكم الزبده حطوا الزبده هكاك الجاتو يجي ابن، ولا عملوا نص مارغرين ونص زبده. لهوني زدت طبقه ثالثه، وكيف كيف سقيتها داك الشحور الخفيف هذاك. نجموا تسقيوها زاده بماء مخلط بالقهوه قهوه سريعه الذوبان تجيكم بنينه. ونقعد ندور الكريمه بالطريقه هذيك. الهوني الطبقه الثالثه والاخيره، الهوني الطبقه الاخرانيه باش نستويها مليح، ونغطيها بالبابي فيلم ونحطها في الكونجيلاتور تشد روحها شويه باش نكمل، يعني باش بعديك كي نحي السيرسو ما تتفرطليش الجاتو.
هكا كيما تشوفوا ساعه نعمل لفها مليح بالبابي فيلم هذاك، وتحطوه اون كونتاكت، معناها البابي يلصق في الجاتو، وتحطوها في الكونجيلاتور سمالة حتى اقل حاجه ساعتين. الهوني باش نعمل الجاناش خذيت 35 ملي حليب. باش نكون صريحه معاكم، انا الهوني بما اني عندي الشوكولاته شويه قلت علاش ما نضعفش كميه الحليب، وغلطه عملتها من بعد هيك الجاناش جاني جاري. لذا يعني طبقوا المقادير كما باش نقولها لكم توا. 35 ملي حليب، عليهم 75 جرام إلى 80 جرام شوكولاته، ومغرفه صغيره الجلوكوز زاده متوفر عند البيع ولوازم الحلويات. اول حاجه عملتها سخنت الحليب مع الجلوكوز، ومن بعديك نحيته من فوق الغاز وخلطت عليه الشوكولاته، يجيكم وكملت عليه مغرفه صغيره زبده، يجيكم الجاناش لامع ومزيان. كما قلت لكم انا كثرت الحليب بما اني عندي الشوكولاته شويه، قلت بالكش ما تزينيش في يعني الخبز الجاتو. الحاسيلو جاني جاري شويه مش مشكل. الهوني كما قلت لكم الجاتو ما بردش مليح وخرجته، يعني كان خليته في الكونجيلاتور خذا وقته، يعني كنت العمليه هذه يعني نرتاح منها ما يتفتفتليش شويه من الجناب. رصات لي نسوي فيه بالكريم، بالطبيعه خليت شويه كريم، ديما خليو شويه كريم على الجنب باش تسويوا بها يعني الديفوات الموجوده في الخبزه. وزينتها كل واحد يزين بطريقته بالطريقه اللي يحبها. انا عملت هوني بالطريقه المعتاده اللي يعني متداوله في كل بلاصه اللي يعرفوها الناس الكل، واسهل طريقه. عملتها بشكل دائري كما تشوفوا. الكريم جات يعني طواعكم جات ناجحه برشا. المهم تبعوا يعني المقادير، يعني المقادير بالطريقه الصحيحه باش تنجح لكم. هوني بعد ما كملت زينتها باش نصب الجاناش لازم كي تصبوه يكون يعني ما يكونش سخون باش ما يذوبش كريمه الزبده. الله غالب الجاناش هوني جاني جاري شويه، مي جاي لامع راه يعني كي تشوفوه يبدا يلمع مزيان. ما تنساوش في الجاناش تحطوا اكل مغرفه صغيره نتاع الزبده ولا تحطوا زيت نفس الشيء. هوني قصيت مرسول ولاني حاسيلو جاتني طرايف مع الخبزه هذه. انا جيت باش نهز هكا ونوري المرسو ويتقلب ما حبيتش نحيه من المونتاج، خليته ميسال شغلاته تصير شو المشكل. نحيته المرسو هذاك وكليته، ما صبرتش زاد عليه، وجيت قصيت المرسو الثاني كان هز ونسايس والحمد لله نجحت العمليه. المرسو كيما تشوفوا الاضاءه الله غالب الاضاءه جات قويه شويه، جات الطبقات مزيانين. الديفو الوحيد جاني فك الجاناش جاني جاري شويه مش مشكل، اما جات بنينه برشا. واللي عندها فاكهه تنجم تحط الفواكه، اي فاكهه تحبها تحطها في بلاصه الجاناش، ترش الفاكهه بين طبقات تحط فاكهه. انا لهوني عملت خبزه اقتصاديه. ان شاء الله وصفه اليوم عجبتكم، وكان ما زلتم ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساونيش باك الجيمات باش تشجعوني هكاكا باش نجم نهبط ديما فيديوهات. والى اللقاء في فيديو جاي باذن الله. بسلامة الناس الكل.